حياكم الله اخوان. هذا الشاب اسمه حسن الوائلي، موظف بالعتبة العلوية المقدسة. ناشدت له قبل 8 أشهر تقريبا بعد فصله من قبل العتبة لأنه كثير الغيابات. فمن سألته يا حسن أنت ليش كثير الغيابات؟ قال أنا سويت عملية، وبسبب مضاعفات هذه العملية اضطريت أنه أغيب أكثر من مرة. حسن انفصل من العتبة، وحسن الآن انتقل إلى رحمة الله، انتقل قبل 3 أسابيع نتيجة لمضاعفات العملية الجراحية التي أجراها. خلي نسمع آخر كلمات قالها حسن بعد فصله من العتبة العلوية المقدسة، فلنتابع. الله سهل. العتبة اليوم وضحت تمام. أنت كثير الغيابات، تمام. وعندك إجازة شهر ورا شهر وأسبوع، وما مخلي لك إجازة ما ماخذها. يعني إجراهم قانوني. تمام. أنا راح أوضح لك استاذ حيدر وخلي الناس تعرف. ليش أنت كثير الغيابات والإجايز؟ أنا سويت عملية والعملية فشلت، تمام؟ فطلبت إجازة. عملية شنو؟ عملية قص معدة. زين. وصلت الموت من 180 45. هاي أي سنة؟ هاي قبل سنة ونص. زين. أي. فطلبت إجازة تقريبا 6 أشهر، أخذت إجازة بدون راتب. زين. هاي خلصنا من عدد الغيابات. أنا تعرف والدتي هاي قدامك، يعني يوم يومين 3 أطلب الإجازة، أمرار يقصرون وياي، أمرار لا يعطوني الإجازة. زين. يعطوني إجازة. فأنت قدامك استاذ حيدر، هاي جاي شوف. وأنا أطلب من اليمين العام، يعني سيدنا أنا ناشدتك تقريبا بال20 مرة. شوف حالي هسه، أنا مقصر، أنا هسه نعترف إن أنا مقصر. هاي بس جهالي والدتي، الخاطر جهالي والدتي بس. لا إله إلا الله. هذه كانت كلمات حسن الأخيرة. ترك أم مشلولة وزوجة وأطفال 2 بلا راتب تقاعدي لأن خدماته انتهت وتم فصله من العتبة. الله يرحمك يا حسن، والله يغمد روحك الجنة إن شاء الله. وقروا له الفاتحة، هذا المقرود يستاهل، لأنه غادر الحياة بدون ذنب، وانقطع رزقه ورزق عائلته بدون ذنب أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.